اول حاجه عرفت ان الناس كلها بتخاف وكلنا عندنا رهاب وكده، هيبقى بالنسبه لك الموضوع طبيعي. يعني تفكر في الشخص اللي قدام اللي هو اللي لسه معدي ده، ممكن يقعد يقول ده قال عليا كده، بس هو بعد 10 دقائق هو انسان. ولو احنا ناس كتير وكده هو هيبقى برضو زي ما انا مثلا عندي خجول او خوف او كده، هو هيبقى عنده خوف. فنبقى عارفين ان كلنا كده زي بعض. طريق سريع، ناس رايحه جايه عادي جدا وبنصور الفيديو. اولا عشان الهواء كده. بصوا هو النادي هناك، احنا والاراضي الزراعيه، بس قال لك مش هينفع كده، فانا عشان كده قلت ايه، اما اجي اصوره من هنا. لان انا كنت عايز اصور لك عادي في البتاع، عربيات رايحه جايه، وكان في هنا واحد والله عمال بيتفرج عليا اصلا، يعني واقف هنا قدام العربيه بالظبط، ولا بص ولا يهزك اي حاجه من دي. الناس بص بيتريقوا عليا، ايه الهبل ده بيصور فين ولا بيعمل ايه؟ ما يهمكش طالما انت بتعمل حاجه خير وكده، يبقى خلاص والله ما يهمكش اي حاجه. بالله عليك ما تاخدني قدوه، انا مش قدوه ولا اي حد قدوه، ماشي؟ سواء شاب لسه صغير او بنت صغيره او كده، انا مش قدوه ولا اي حد. عايز تاخد قدوه، الرسول عليه الصلاه والسلام هو الوحيد اللي نقتدي بيه، او زوجاته او الصحابه. صباح الفل. كنت بتمرن دلوقتي، وبعدين جالي رساله من حد من المتابعين ان هو عنده مشكله وكده ومحتاج مساعده فيها. كان كتب لي تعليق برضه قبل كده على اليوتيوب، وقال لي ان اعمل فيديو يعني عن موضوع الثقه في النفس وعن موضوع الثانويه العامه والكلام ده. فبعدين انا قلت انا ما كنتش ناوي اعمله دلوقتي، كنا مسافرين الاسبوع اللي جاي، عندي شغل في الساحل وكده. وبعدين قلت ايه، هصور وانا هناك. لكن واضح ان هو يعني في يعني بيمر بفتره اكتئاب او كده ومحتاج لها دلوقتي. وطبعا ما كنتش اقدر يعني اللي هو اساعده شات او اساعده فويس او كده، وقلت برضو الفيديو ده ممكن يساعد ناس تانيين. فبعدين اول حاجه انا عايز اقول لك، انا عشان موضوع الثقه في النفس والخوف والكلام من ده، اولا انا كان بيجي لي جالي كذا تعليق من المتابعين، اللي هم مش المتابعين، لا اللي هم الناس اللي ملهاش اي لازمه، على موضوع لبس القط او كده. وطبعا هو لا فاهم اي حاجه في الدين وفاكر ان ده من العوره يعني او كده. فانا حبيت ان انا البس قط. انا ما كنتش لابس قط على فكره وانا في التمرين، بس انا قلت ايه، هطلع اقوم لابس القط اللي بيضايقه علشان ولو انت لسه في الفيديو. على فكره دايما اللي بيكتب سلبي ده انت بتكمل الفيديو للاخر وبتشوف الفيديوهات بقيتها. طيب انت مش المفروض يعني الموضوع مش عاجبك او كده؟ يعني مش عارف اقول لك ايه الصراحه. فبدل ما تضيع وقتك في كتابه التعليق، انا همسحه او القناه تمسحه على طول تلقائي. فحاول تتعلم حاجه يمكن تستفيد. فالمهم انا اول حاجه عشان عايز اقول لك ان ما يهمكش الناس ولا كلام الناس. واحكي لك قصه يعني رفعت اللي قدامك وبيتكلم دلوقتي قدام الفيديو او كده، انا ما كنتش بعرف اتكلم خالص. واحكي لك على الموضوع ده، وان شاء الله موضوع الثقه في النفس ده هيتحل تماما، وما عادش تخاف من حاجه، وبعد كده تبقى ماشي مش هيهمك حد. وتاني حاجه، انا كان المفروض الفيديو ده كنت اصوره في العربيه، او اي فيديو كنت اصوره في العربيه او اصوره في مكان مقفول او كده. وبعدين انا دلوقتي في العربيه طبعا زي ما انتوا واخدين بالكم. فرحت النادي، مش عارف هيبان من هنا ولا لا. قالوا لي لا ما ينفعش تصوير هنا لايف، او ان انت تصور فيديو او كده. فخدت صورتين هناك، قلت له لا خلاص انا بصور فيديو وكلام من بصور قصدي صور، مش هتصور فيديو بتاع. وقمت ماشي وجيت هنا الناحيه الثانيه النادي. استنوا انا ممكن اجيبها لكم ايه، احاول اصوركم. وبعدين هنزل دلوقتي برضه علشان اوري لك ان عادي ان الواحد ممكن اللي هو اتكلم عادي والناس موجوده او كده، وما تخافش الموضوع ده. فاول حاجه عايز اقولها يعني بص، الناس يعني اعتبر مفيش ناس، اعتبر اي مكان انت فيه انت دلوقتي محدش واخد باله اصلا. يعني هو كل واحد بيبقى مركز في نفسه، وخصوصا كمان لو في مثلا انت في الجامعه او في المدرسه او كده وفي زحمه وكده، ممكن بيبقى في ناس عندها اللي هي الرهاب الاجتماعي زي ما بنقول وكده، وكلنا بنعدي فيه، واحيانا انا بحس بيه وكده، وطبيعي يعني ده بيحصل. بس عايز اقول لك كل واحد بيبقى حاسس بالشعور ده. فكلنا قاعدين خايفين، ده هم باصين عليا بيقولوا ايه ده كده. فكلنا زي بعض ماشي. دي مشاعر انسانيه، الخوف والرهبه وكده، ده كله علشان اي انسان طبيعي ده فيه. الانسان اللي بيخافش ده هيبقى عنده خلل او كده. فطبيعي يبقى فيه خوف وفيه رهبه، بس الشجاعه بقى ان انت تتغلب عليها. فاهم حاجه في موضوع الثقه في النفس ده، انت ما تركزش مع الناس خالص، ولا هم يقولوا عليك ايه ولا ايه اللي ممكن يحصل. تمام؟ لا حتى لو في ناس ماشيين دلوقتي، انا بصور فيديو وكده والناس معديين، ده بيعمل ايه او كده، او بيتريقوا او بص بيقولوا اللي يقولوه، هل ده يعني هينقص مني حاجه؟ اهم حاجه تبقى انت واثق في نفسك. يعني برضه اللي قعدوا يقولوا على انت لابس قط وبتنصح البنات مش عارف ان هم يلبسوا حجاب كامل وكده، طب ما تداري دراعاتك انت الاول، ربنا يشفيك يعني كده. بس طالما الحاجه انت مقتنع ان هي صح، خلاص يبقى ما تخافش من حد. ولو حتى الدنيا كلها قصادك عماله ضدك، انت بتعمل ايه، ده انت فاشل، ده انت مش عارف ايه، ما تسمعش للناس. والله ما يزودوك حاجه ولا ينقصوك حاجه. لا تشجيعهم
وكلامهم الايجابي مش ممكن يديك تحفيز، ممكن في وقت انت متكسل فيه او كده يشجعك، زي يعني التعليقات الايجابيه بتاعتكم. يعني بجد انا ما كنتش متخيل ان انا في شغلي كان بيجي لي كلام كتير او كده، بس الموضوع انا اول مره احس ان التعليقات الايجابيه فرقت معايا او كده. فبس برضه عايز اقول لك يعني ان هي برضه رغم ان هم في التعليقات اللي هي الكويسه وكده، ما زودتنيش حاجه الا بس ممكن ايه تحفيز. ممكن في وقت انا مكسل فيه ممكن مثلا حد يديني فكره، او حد برضه لو انتقد، بس انتقد بان هو فعلا ينصح. في كذا حد والله قال على كذا حاجه احنا هناخد بالنا منها ان شاء الله بعد كده في الفيديوهات. فطبيعي ان كلنا بنخاف وكلنا عندنا الرهبه وكده، بس انا عايزك ما تركزش خالص مع الناس، ركز في الحاجه اللي انت بتعملها وبتحبها. طيب وانا لبست، انا زي ما قلت لك انا راجل انا بحب البس، انا مش في الغالب بلبس قط، يعني هو انا ما عنديش الا تيشيرتين ثلاثه هم اللي قط، والباقي كله اللي هو عادي. حتى في التمرين نادر ما بتمرن بكده. بس انا كان يوميها انا كنت في يعني قدامي كان اللي هي البحيره اللي كانت هناك وكده، في جو صيف والجو حر وكده، فكنت لابس التيشيرت ده. فبراحتي طالما دي حاجه مش غلط وانا حابب التيشيرت اللي انا لابسه او الهدوم اللي انا لابسها، يبقى خلاص طالما هي حاجه ترضي ربنا. عشان في البنات ما فيش حاجه اسمها ما اروحش البس مثلا بناطيل جينز واقول ده انا ايه ده انا حابه كده، لا. ما حاجه برضو ما يعني تبقى حاجه حلال او كده، ما تخالفش الشرع علشان ما يبقاش فيها مشكله. لكن انا لابسه مثلا، بنت لابسه النقاب وكل اللي حواليها، وده طبيعي وبنشوفه كتير، كل اللي حواليها ايه ده انت مكبره نفسك، امال لما تكبري تلبسي ايه ده مش عارف ايه. سمعتها كتير والله لازم، سمعتها كتير وكده من في بنات بيقولوا لواحده منقبه او كده ويقنعوها، ولو هي للاسف سمعت في حاجه زي كده ممكن تقلعه، في حالات بتقلعه. بس البنت اللي واثقه من نفسها بقى، هي دي اللي عندها ثقه في نفسها، لا انا حابه نفسي، اللي هو يعني خلاص كل واحد دايما انت لابسه اهوت، اللي لابسه كروب توب او اللي لابسه حتى حجاب مبينه رقبتها او كده، فكل واحد يلبس اللي هو حر فيه. انا راجل بحب البس كده، في شباب يحبوا يلبسوا اوفر سايز، خلاص طالما اللبس بتاعك انت شكلك مش يعني مش مثلا بتتشبه بالبنات او بالنساء يعني او كده، ومش مبين عورتك، مع ان هي العوره فيها طبعا فيها اختلاف كتير عشان الناس اللي قعدوا يتريقوا على مش عارف ايه وكده، في اختلاف في موضوع العوره ده عند الرجال. بس يعني خلينا حتى لو انت هتلبس مثلا شورت مبين الركبه او الحاجات اللي هي دي، يعني طبعا بنحاول نبعد عن الشبهات. وحاجه بس يعني عايز انوه ليها، بالله عليك ما تاخدني قدوه، انا مش قدوه ولا اي حد قدوه، ماشي؟ سواء شاب لسه صغير او بنت صغيره او كده، انا مش قدوه ولا اي حد. عايز تاخد قدوه الرسول عليه الصلاه والسلام هو الوحيد اللي نقتدي بيه، او زوجاته او الصحابه. لكن وطبعا في الكويس في الصحابه لان برضه مش معصومين، لكن كلنا بشر وانا بشري وبغلط وكده. فارجوك ما تاخدنيش قدوه، انا ممكن تاخدني منتور مثلا في حاجات، يعني التمرين عايز مثلا لو تتعلم في التمرين، عايز في الشغل في مواضيع زي دي، في موضوع العلاقات او كده. لكن برضو انا ممكن اغلط، يعني انا ممكن اقول حاجه تبقى غلط في حاجه زي دي، فانت خد اللي يفيدك ومن اي انسان، مش مني انا بس، اي انسان خد اللي يفيدك منه. والكلام اللي انت تحس ان هو لا مش هيبقى مناسب معايا في حياتي، خلاص ما طبيعي كل واحد بيعمل حاجه. انا بحكي لك على تجاربي او اللي حصل معايا، لكن انت امشي على اللي انت شايفه الاحسن ليك، ماشي؟ فما تاخدنيش قدوه. لو جيت في يوم لقيتني اللي هو بتمرن وكده وممكن ابقى قلع التيشيرت مثلا تحت الصوره باين او كده، دي عوره، فما تقومش بقى ده انت شوف ده اللي هم اللي بيتكلموا في الدين او اللي بيتكلموا في العلاقات، فانا خلاص بقى هكره الدين او اكره. لا، العيب فيا انا مش في الدين. هو الدين قال لي ايه؟ خبي عورتك او كده، وانا للاسف عشان انا انسان ضعيف وكده فعملت حاجه زي كده. حتى لو كانت نيتي كويسه ان انا اشجع الشباب او كلام من ده غلط. فانا بقول لكم ده غلط. او مثلا ان انا بحط اغاني، مش معناه برضو ايه ده انت بتتكلم في الدين، طب انت ده المفروض تشيل الاغاني. كلامك مظبوط 100%، ما بقولش غير كده. بس اللي عايز اقوله لك يعني ان ما ناخدش حد قدوه، ولا لو حد مثلا بيتكلم في الدين او بيتكلم في الشغل او بيتكلم في حاجه او عايز يفيدك فعلا وبيعمل غلط، ده مش معناه ان الحاجه دي هي الغلط. يعني مش معناه ان النجاح ايه ده بص يا عم الناجحين بيعملوا ايه، ده بص يا عم اللي معاهم فلوس مثلا بيبقوا مش سعداء او كده. ارجوك الحاجه الايجابيه خدها ايجابيه زي ما هي، والشخص يعني ما بنقدسش اشخاص ولا بنقول ان هو الشخص ده اللي همشي عليه يعني في كل اللي لا، اقلده في الكويس اللي فيه والوحش اللي فيه مش هاخده منه. ويعني حتى ده احنا بنتعلم من اجانب وكده، بيبقوا اصلا اللي ملحد واللي مش عارف ايه واللي كده. طب انا اكيد مش هاخد منه الدين، بس هو مثلا راجل مثلا كويس في الاستثمار، مثلا بيعرف يستثمر فلوسه او كده، واحد كويس مثلا في التكنولوجيا، كل حاجه يعني ايه لا ناخد من الشخص الكويس فيه. لكن ارجوك ما تاخدنيش قدوه، وهفضل اقولها لكم حتى لو يعني احنا دلوقتي طبعا لسه
قناه يوتيوب بالذات قليله شويه، فحتى بعد كتير ولما تشوفني ومثلا وبسافر وبروح اماكن وكده ما تاخدش اي حاجه مني، خد بس الكلام بتاعي اللي هو اللي تشوفه صح عليك واعمله. طيب عشان ما تفرقش، بس انا كنت عايز اقول النقطه دي علشان انا بخاف فعلا ان حد ياخدني قدوه. دايما حتى اصحابي انا بقول لهم او الناس القريبه ليا واللي بحبهم، بالله عليك ما تاخدني قدوه، وانت اكيد هتخذل فيا كتير لان انا انسان وخطاء وكده، فعلشان ما تجيش تكره الدين او تكره مثلا الحاجه الصح اللي انا كنت بكلمك فيها. لا، مش معنى انا بتكلم في الدين وبغلط يبقى الدين وحش، انا الوحش. تمام؟ فارجوك عايز تمشي على الدين اسمع، في ناس احسن مني طبعا، في كتير، وفي ناس احسن مني، بس اللي انا بنقله لك من خبراتي خده، والغير كده اعتقد ان النقطه دي وصلت لكم. طيب موضوع الثقه في النفس، انا عايز انزل والله بس هو الجو حر. طيب بص تعالوا مع بعض، بس هنرجع احنا نكمل الفيديو هنا تاني. ماشي؟ انا اهوت احنا على طريق اصلا، طريق سريع، ناس رايحه جايه عادي جدا وبتصور الفيديو. اولا عشان الهواء كده. بصوا النادي هناك، احنا الاراضي الزراعيه، هو النادي اللي هناك ده، بس قال لك مش هينفع كده، فانا عشان كده قلت ايه اما اجي اصوره من هنا. لان انا كنت عايز اصور لك عادي في البتاع، عربيات رايحه جايه، وكان في هنا واحد والله عمال بيتفرج عليا اصلا، يعني واقف هنا قدام العربيه بالظبط، ولا بص ولا يهزك اي حاجه من دي. الناس بص بيتريقوا عليا، ايه الهبل ده بيصور فين ولا بيعمل ايه؟ ما يهمكش طالما انت بتعمل حاجه خير وكده، يبقى خلاص والله ما يهمكش اي حاجه. فحته الناس، انت لو اول حاجه عرفت ان الناس كلها بتخاف وكلنا عندنا رهاب وكده، هيبقى بالنسبه لك الموضوع طبيعي. يعني تفكر في الشخص اللي قدام اللي هو اللي لسه معدي ده، ممكن يقعد يقول ده قال عليا كده، بس هو بعد 10 دقائق هو انسان. ولو احنا ناس كتير وكده، هو هيبقى برضو زي ما انا مثلا عندي خجول او خوف او كده، هو هيبقى عنده خوف، فنبقى عارفين ان كلنا كده زي بعض. تمام؟ هحاول اقعد هنا شويه علشان بس انا عايز بس اكسر حته الرهبه دي عندك، لان وانا شاب والله يعني صغير او كده كان عندي الموضوع ده جدا. بالعكس، ده انا كانوا بيتنمروا عليا. تمام؟ انا كنت منضره اصلا، وفي اعدادي كان سناني زي يعني بص، طبعا دلوقتي انا عارف الحمد لله انا شكلي عامل ازاي، شكلي كويس جدا واحسن من اي حد كان بيتريق عليا وكلام من ده. بس وانا في اعدادي كنت بنضاره، واسناني كانت نفس الحجم اللي هي ده. هي دلوقتي لاقي عليها عشان انا كبرت، بس هي كانت كبيره في وقت انا مش كبيره اللي هو كده، بس هم كانوا انت عارف التنمر اللي في المدارس وكده، فانا كنت بخجل من الحاجات دي. ويا سيدي كانوا بيقولوا يا زبون شو ماشي، عشان هو عنده اسنانه معمول. لكن والله العظيم الناس دي عايز اقول لك معظمهم معرفهم دلوقتي ما فيش اي حد حقق اي حاجه. فهو اللي بيعمل كده ده يا اما هو انسان ناقص فبيحاول يقلل منك، فما تسمعش منه مهما بص، حتى لو الحاجه دي فيك. يعني حتى لو انت تخين مثلا وعمال بيتريق عليك، ما تسمعش منه. طبعا ما بيساعدش على ان انت تبقى تخين، حاول تخس وكده، بس ما تسمعش منه في اي حاجه سواء هي فيك او مش فيك. ماشي؟ لكن الانسان اللي عايز ينصحك او كده، لا اسمع منه زي ما انا دايما بقول. معلش دراعي وجعني، انا ممكن اجيب الستاند. المهم خلينا زي ما احنا، انا اصلا مش شايف الشاشه بتاع ده شغال. الناس قالت انت بتتكلم بسرعه. حاضر احاول. او انت ممكن تبطئ الفيديو، ما في عادي في يوتيوب انت ممكن تبطئ الفيديو علشان برضو ما فاهم، دي حاجه انت ممكن تعملها. لكن حته ان هم قالوا لي ما تاخدش من الفيديو كله مقاطع وتحطها في الاول، ماشي هحاول بعد كده اخد حته واحده وراح دراعي، بس عشان انا لسه لاعب ظهر اصلا وباي، فانا دراعي مش قادر، فمش عايز اتفرع من الموضوع. نفسي يبقى معايا حد يكلمني في موضوع التركيز ده عشان ما انساش كل شويه. فلما اي حد يقول لك اي حاجه، لا انت خليك واثق في نفسك، وانت عارف قدراتك وعارف انت كويس في ايه. عربيه شرطه يا سيدي اسعد فاهم؟ فما تخافش من اي حاجه، خلاص. اللي بعمله انا بعمل حاجه غلط، بصور فيديو يا عم مكان ما بصوره شكلها انا سايب العربيه دايره، انا سايب العربيه دايره ممكن لو انتش الكلام ده برضه او اسيبه. انا يعني سمعت انتوا بتحبوا الحاجات دي. العربيه كان ممكن تتسرق في اي وقت. فبجد انا بضحي بحاجات كتير والله العظيم عشان القناه دي، لان اقسم بالله العظيم انا ما من اي حاجه غير ان اولا انا كنت زيك في وقت من الاوقات في اعدادي، في ابتدائي لا، في ابتدائي لا، ما كانش في تنمر وكده، كنت في مدرسه كويسه وكده، فكان الناس اللي فيها محترمين. لكن في اعدادي وفي ثانوي ربنا ما يوريك، اعدادي بالذات. يعني ثانوي برضو كنتش بروح المدرسه على طول لان كنت في مدرسه عسكريه وما كانش فيها الحضور على طول. لكن في اعدادي انا ما فيش حد ما تمرش عليا. ماشي؟ والكلام ده يا سلام لو يخليك ايجابي بقى، او اللي هو انت بالعكس لا ده انا اثبت لهم ان يعني انا برضو كنت ضعيف شويه وانا في اعدادي، كنتش بتمرن ولا اي حاجه من دي. فانصح اي شاب اتمرن، ده يديك ثقه في نفسك اصلا. لما تبتدي تعمل عضلات وكده وتيجي تتفرج على نفسك، محدش هيعرف يتريق عليك اولا، يعني هيروح يتريق على حد يعني. مع ان طبعا ما انصحش، ولو حد منكم بالله عليك حتى لو فاكر الموضوع ده هزار بيتنمر وكده، بطل الموضوع ده.
لان صدقني ممكن يخلي ناس تفقد كل حاجه في نفسها. هي بص الناس واقفه بتتفرج، هي العائلات واقفه بتتفرج، بس أنا مش عايز اصور الناس والله، وموتوسيكل اصوره لكم بظهره بس. فعادي، بص الحياه والله العظيم مش مستاهله خالص، الدنيا بسيطه. اه جبت مايك صحيح، بقولوا لي ايه رايكم في المايك ده، اول تجربه لي. زي ما قلت لكم، ما كنتش ناوي انزل النهارده وكده او اسجل اي حاجه، فالموضوع جه فجاه. فمحدش يتنمر، محدش يتريق على حد، الموضوع ده بجد بيفرق. وفي ناس للاسف، وانا كنت منهم في وقت من الاوقات، ان الكلام ده كان بيأثر فيا جدا ويتعب نفسيتي. وطبيعي اي حد يعني لو سمع كلمه او كده، خصوصا واحنا شباب صغير، الكلام ده بيوجعنا قوي. فاللي هم الشباب اللي في ثانوي وفي اعدادي، بلاش استظراف، انت دمك مش خفيف على فكره لما تقعد كل قعدتك تريقه وكلام من ده. يعني فانا بحاول اتكلم، لان برضه قعدت تقول على طريقته وكده، بتكلم بالطريقه كويسه. بس انا الناس اللي هي اللي زي دي بجد، انا مش طبعا مش هنشتم في فيديوهات ولا كده، بس حاول تعدل من نفسك وننصح بالطريقه اللي هي اللي مش غليظه زي ما انت قلت. طيب ده كان بالنسبه لموضوع الناس وكده. دي اول حاجه انت لو شلتها من حياتك خلاص الموضوع، انت ما فيش اي حاجه هتاثر عليك بعد كده لو انت في الناس لا خدت كلامهم الايجابي ولا السلبي. وحته ان كل واحد بيبقى اصلا يعني هو هينساك. اولا لو كان حد كده هينساك بعد 5 دقايق، او ممكن هو ما يعرفكش اصلا. يا عم هو واحد غريب وقال عليك حاجه، او حد قريب وقال عليك حاجه، هل ده يعني خد منك حاجه، قلل منك حاجه؟ ولا اي حاجه. فهو يعني الثقه في النفس هي بتيجي من اول انت برضو تعرف قدراتك وانت كويس في ايه. في حاجات هم بيتريقوا عليها انت عشان انت كويس فيها، في حاجات هم بيتريقوا مش هي فيك فعلا مش كويسه وكده، حاول تغيرها للاحسن. طبعا مش ببرر لهم ان هم كده، بس اللي هو يعني لو عايز تثبت لنفسك مش تثبت لهم، ما تثبتش لاي حد اي حاجه. والله العظيم اوعى تثبت لاي حد اي حاجه. عشان كده برضه حتى انا مش بحاول اتجامل في الفيديوهات، او اللي هو اقوم قايل ايه، لا بالعكس. يعني انا لما حتى اول سلسله عملتها قلت غلطات قبل الجواز، او الاخطاء اللي انا عملتها. فمش انا صحيح ما جربتش الصوت هيبقى في الهواء عامل ازاي. فاللي هو لا، مش ما تحاولش تبان قدام الناس، زي ما قلت لك كلنا بني ادمين وكلنا بنغلط وكده، فما تتجملش قدام حد وخليك على طبيعتك. دي اهم حاجه في الدنيا. يعني مش عشان هم كلهم ده مثلا ده هم روشين وبيهزروا بالتريقه وكده، فبدل ما يتريقوا عليا انا مثلا ايه، ابقى معاهم واقعد اتريق معاهم. لا، انت كده بقيت شخص سلبي وبقيت بتقلدهم زي الاعمى علشان بس هم يعجبوا بيك. طب دي اصلا شيله مش كويسه، ابعد عنها. ولو كانوا هم اغراب، لا ما تحاولش تكون معاهم. انا هخش اكمل في العربيه لان الشمس صعبه ومش عارف الهواء يبقى عامل ازاي. ممكن اوقف الفيديو دلوقتي عشان اسمعه بس وتجربه، وبعدين اكمل لكم الفيديو.